كلكم شفتوا هاي البنية اللي متلبسها الجن. يلا برا برا ابن هشام، يلا برا. انت محترمة وحلوة تصويرك وحبابة. الله اكبر. كل اللي اريده منك تركز بكل تفاصيل القصة كل الزين، لان كل الاحداث اللي راح اذكرها حقيقية، ولا تنسى تسوي القلب احمر. ويلا نكمل. بداية القصة، كل اهالي المنطقة ظلوا يشتكون من هاي المرة بسبب صياحها وغلطها وفشارها قدام العالم، والبعض من اهالي المنطقة قرروا انه يشيلون من المكان اللي ساكنين بيه ويروحون لغير مكان بسبب هاي المرة. هاي المرة تسوي شغلات جدا مرعبة، بحيث تاكل القطط وهي حية. ووحدة من هاي القصص المرعبة اللي سوتها انه بيوم من الايام لزمت طفل وظلت خانقته لحد الموت، لحد ما اجوا اهالي المنطقة وخلصوا الطفل بسبب الصياح. يعني تخنقني رديت اموت مرة. ومن راحلها الاستاذ علي عذاب على مود يعرف شنو نوع الجن اللي ماسه